برايك منو الاحسن، تحتفل بيوم زواجك وتسوي عرس، لو تسافر انت وشريكة حياتك لدولة احلامكم؟ هذه الحلقة تطرح فكرة معينة من ضمن رأيي الشخصي. في حال هاي الفكرة عجبتك خيرا على خير، ما عجبتك ما يحتاج تسبني أو تنتقدني بالتعليقات. خلي تكون عندنا ثقافة بالكلام وعندنا آداب الحوار. من سلبيات العرس أو يوم الزفاف هو التكلفة المبالغ بيها. قرايب العروس وصديقاتها اللي صورن ستوريات وينشرن ويردن التاج، هذول كلهم 100 نفر. العريس واصدقائه بحكم انه هو رجال ويا عمامه وقرايبه وعشيرته، وهاي 150 نفر، مجموعهم 250. فلازم تحسب حسابك، هذول ال 250 لازم كل واحد له شيش كباب ولفة قص، وهاي التكلفة كلها لازم توقع براسك، اضافة الى المكان اللي يقعدون عليه العرسان اللي اعتقد يسموه كوشه او هيك شيء، اضافة الى ايجار القاعة، بدلة العروس، بدلة العريس، مكياج العروس، حلاقة الشعر والخبصة اللي قبل العرس بيوم. هذول تكلفتهم طلعان فوق ال7 ملايين اذا مو اكثر. ثانيا تنكيت وانتقادات الناس اللي تخرب فرحتكم. هو الاكل مو طيب بس يلا عاشتيكم، هي هاي مرتك الخابصنا بيها، هي هاي. هذول الناس يذكروني لما سافرت الايران قبل سنتين، كنا اعتقد بالغابه او بالمصيف او هيك شيء، فجتي مره شو تقول، هو شنو ما ماكو بس اشجار ومي. خاله ليش احنا ما ندري هنا بس اشجار ومي؟ احنا قاطعين الاف الكيلومترات من العراق لايران بس عمود نشوف هاي الشجره والمي. يعني انا ما ادري اطب بنيتها، جوز مو هيك قصتها بس خانها التعبير يعني. انيويز نرجع لموضوعنا، وين وصلنا؟ ثالثا شنو الغايه والفائده من اخلي زوجتي كل الرجال الحاضرين اللي هم 150 نفر عمامي مدري منو كلهم يشوفوها؟ ليش اخلي كل البشريه تشوفها؟ هاي السالفه تذكرني باللي يحتفل بيوم ميلاده لو اللي يحتفل بالسنه الجديده. راح تجي وحده تدافع عن حقوق المراه وهي تريد تفرح بهذا، هو يوم واحد بالعمر تريد تتباهى بيه وما ادري شنو. تمام اوكي، ما دام مدافعين عنها فانا جايب لك حل واقتراح افضل الها، بس تابعي الفيديو الاخير. اربعه، للاسف العراقيين اغلبيتهم وليس الكل غير مهتمين بالشريعه الاسلاميه وناسين الحلال والحرام. لا حد يقول لي انه احنا مواكب، رجاء فدوه مو هذا قصدي، من ناحيه الاغاني والاختلاط مو غير شيء. العرس للاسف صار بالعراق من ضمن شروطه لازم تكون اكو اغاني، ماكو اغاني هذا مو عرس. بس رجاء ابحثوا عن الدين وتاكدوا من معلوماتكم قبل ما تفشرون علي. ولا ننسى انه صوت الاغاني العالي راح ياثر على الكبار بالعمر، بيبيتي، ابويا، امي، الحسد والسحوره. ترى العين راح تنحط عليك مثل القناص هيك فوق راسك، نيالها على زوجها. من عدد المتزوجين من قبل راح يتعاركون بيناتهم، شوف زوجها مسوي العرس برقه قاعه وانت خليت العرس مالتنا ببيت اهلك. انيويز اذا انت اقتنعت بكلامي فراح تسالني عبيد شنو الحل عاد؟ الحل ما تتزوج، لا شاق، الحل توقعون العقد بشكل رسمي قدام السيد والامور تمام، وثاني يوم بدون ما حد يدري من القرايب تسافرون انت وزوجتك للدوله اللي تحلم بيها المراه. انت مالك علاقه، حتى لو تحلم تسافر للشمال همينه ما تحقق حلمك، حقق حلمها هي. خلي الاولويه لرب العالمين ثم لعائلتك ثم لنفسك، اهم شيء القرايب ما يدرون. ها والله ما عندي فلوس اطلع خارج العراق، منين اجيب؟ العجوز 7 ملايين اللي عندك كنت تريد تذبها على العرس، وين راحن هسه؟ تذب عليهم 7 ملايين على مود توكلهم وما ادري شنو، تهمل نفسك تهمل زوجتك بخاطر بس تعشي ذول الناس بهذا العرس. لك هي سفره تركيا 10 ايام وترجعون، هي تعيشون بيه احلى ايام حياتكم. يعني انتم بفكره العرس حرفيا جاي تظلمون نفسكم وجاي تحرمون نفسكم من متعه 10 ايام بدوله جديده تستكشفون ثقافاتها ومعالمها السياحيه، وحارمين نفسكم على مود بس تعيشون العالم. العشاء وحده ما ادري ايش قد ياخذ مصاريف، ويا القاعه ويا ما ادري شنو، كلهم يطلعون فوق 7 مليون. وحشينا بهاي النقطه سابقا. السفره التركيه 10 ايام النفرين تاخذ حوالي 3 مليون، واذا زوجتك تلافه وتحب تصرف وتدب الفلوس راح تاخذ 3 ملايين ونص. والاسعار كذلك مو ثابته، ممكن تصعد ممكن تنزل. حيجيني واحد والله انا سافرت تركيا وحدي ذبيت 3 ملايين، انت ما تعرف تدير المال، شو عليه بيك؟ انت تحب تبذر، تحب تختار فنادق زين عبيد. قول رحت تركيا، شلون القرايب راح يدرون وراها؟ راح يقولوا لي شلون تتزوج وما تعزمنا وشلون ما تقول لنا وكذا وكذا. اتفق وياك من هاي الناحيه، الامر جدا طبيعي، راح تحس باحراج بس مو مشكله. هاي فكره جديده على العراقيين، حتى العراقيين ما حد مسويها من يمنا اعتقد، بس اتمنى بانه هاي العقليه تشيلها من بالك. راي الناس بس تمثل، ترى ما راح يقدمك ولا راح ياخرك، يبقى الموضوع يمك. اذا انت عاجبك الوضع امشي على فكرتي، ما عاجبك الوضع لا تنتقدني وظل تسبني، ابد ما لها داعي. اريدك تكتب لي رايك عن الموضوع بالتعليقات وتقول لي عبد الله والله انا اشوف فلان سلبيه فلان ايجابيه بهاي النقطه. ولا تنسى تتابع حساباتي على الانستغرام وعلى التيك توك. اذا عجبك الفيديو خلي لايك.